طيب، للأسف الشديد أنا سجّلت ضعفين اللي أنت لسه سامعه دلوقتي وكلّه اختفى، كلّه اتمسح، لإني اكتشفت بعد كل ده إن أنا ما فيش صوت، طلعت عامل mute من المايك ومش واخد بالي، بجد اتكلمت كلام كتير أوي، مش هاعرف أعيده والّا لأ، بس خلّينا نحاول نمشي في الموضوع تاني من الأول، نمسح بقى كل ده، نعمل وصلات عصبية من أول وجديد. طيب، لمّا أنت بتيجي تتعلم حاجة جديدة، إزاي عقلك بيشتغل ساعتها؟ خلّينا نعكس الموضوع على وأنت طفل وأنت بتتعلم اللغة، لغتك الأم اللي أنت قاعد بتتكلمها دلوقتي، أنت إزاي اتعلمتها؟ في concept أو كونسبتين يحصلوا في دماغك وأنت بتتعلم أي معرفة جديدة. أول حاجة باسميها الاستفزاز المحيطي. يعني إيه الاستفزاز المحيطي؟ وأنت طفل ما تعرفش يعني إيه كلام، ما تعرفش إيه هو الكلام، ما تعرفش إزاي تستعمل أداة الفم، ما تعرفش أي حاجة، ولكن بتلاقي الناس حواليك بيستعملوا أداة الفم عادي جدًا، بيتواصلوا، ده بيقول لشخص تاني حاجة والشخص التاني ده بيرد عليه بحاجة، وتلاقيهم بيتفاعلوا مع بعض وبيتكلموا بكلام غريب أنت مش عارف تنطقه، وده حاجة بتجنن دماغك. ده شكل من أشكال الاستفزاز لدماغك، إن أنت تبقى قاعد وسط محيط كلهم بيعملوا حاجة، مشتركين في حاجة وأنت مستبعد منعزل عنهم، مش عارف تشاركهم. دي حرفيًا يا جماعة حاجة مؤلمة للعقل، ده ألم ذهني للعقل. طبعًا الإنسان بطبيعته غريزيًا بيحب يكون في وسط جروبات وجماعات، فلما يلاقي المخ إن هو قاعد في البيئة المؤلمة دي هيحاول يتأقلم معاها، هيتأقلم معاها إزاي؟ هيحاول يتعلم، فتلاقي إن خلايا العصبية كلها بقت مسخرة لهدف واحد، مش كلها يعني، بس يعني ايه، طاقة كبيرة من دماغه مسخرة لهدف واحد، ان هو يتعلم ازاي بيتكلموا، يحاول ينطق زيهم، يحاول يتعلم. هيبقى ده بيمثل جزء كبير من اهتمامه، فهيلاقي ان هو بيحاول يقلد، بيحاول يتهته. فاثناء هذه العمليه وهو قاعد بيسمع من ده وبيسمع من ده وكلام هو كله مش فاهمه وعمال بيسمع بس يتعرض لكلام كتير قوي، هتلاقي ان هو عمال بيكون مسارات عصبيه خفيفه قوي ما بين النيورونز بتاعته، عمال بيكون، بيحاول يربط هنا يربط هنا يربط. هو كده، هو ما نقدرش نقول إن هو اتعلّم إزاي يتكلّم، بس هو بنى خلفية، هتلاقيه حتى لمّا بيسمع اسمه بيتلفت. ليه لمّا بيسمع اسمه بيتلفت؟ لإنه قدر يrecognize اسمه، يعني اتعلّم حاجات بسيطة، اتعلّم حاجات طفيفة زي مبادئ، زي أساسيات كده يعني. الحاجات اللي اتكوّنت دي هي دي أساس المعرفة اللي هيكتسبها بعد كده. عشان كده أنا دايمًا باقول اقعد واسمع حتى لو أنت مش فاهم، حتى لو أنت مش عارف، حتى لو أنت مش عارف إيه اللي بيحصل، حتى لو أنت دلوقتي قاعد يعني متضرر وقعدت فترة طويلة، كتر التعرُّض في حد ذاته هيخلّيك تفهم، هيخلّيك على الأقل تبني الأساس. فأنت أي حاجة جديدة بتحاول تتعلمها في حياتك، أي حاجة ما جرّبتهاش قبل كده، لازم تدّيها وقتها في التعرُّض، إن أنت مجرّد إنك تتعرّض ليها، مش تفهمها، مش تتقنها، مش تتعلمها، بس تشوفها وتسمعها وتعيش وسطيها. ده في حد ذاته هيخلّيك أكثر قابلية ليها، وهيخلّيك متشبع بيها، وهيخلّي بعد كده عملية إن أنت تفهم أصلًا أسهل. فالفكرة إن الطفل ده وهو قاعد بيتكلم هيصادف إن هو هيقول كلمة صح، هيقول مثلًا، هيقول ماما، هيقول بابا، هيقول أي حاجة، فالكلمة دي هتثير عواطف اللي حواليه. أول كلمة يقولها في حياته، أول استخدام للغة في حياته، هتلاقي إن أهله على وشوشهم ريأكشنات بالاستغراب وبالسعادة وبما إلى ذلك، تمام؟ فالطفل هنا اللي أول مرّة هيشوف الريأكشنات دي هيعرف، هياخد باله، هيعرف إن هو حاليًا هو قال حاجة أثارت مشاعر اللي حواليه، هيعرف إن دي هنا بداية المشاركة وبداية الاندماج مع الجماعة والجروب اللي حواليه، فدي حاجة هتبقى مبهجة بالنسبة له، حاجة هتشعره بالسعادة وتشعره بالنشوة، فهتدّيه هنا، هيبتدي هنا يتفرز عنده هرمون اسمه هرمون الدوبامين. زي ما أنت شايف ده رمز الدوبامين الكيميائي. بعد دخول الدوبامين في القصة الصورة بتتغير، تمام؟ لأن الدوبامين ده بيمثل بالنسبة له مكافأة على إيه؟ على إنه قدر يثير عواطف اللي حواليه أخيرا، على إنه قدر يعمل حاجة صعبة بالنسبة له. فهنا الدوبامين هيتفرز عنده بقوة وبكثرة عشان يحسسه بسعادة وبنشوة الانتصار وتحقيق إيه؟ هدفه. فهتلاقي إن الكلمة أو اللي المسار العصبي اللي خلاه يقول الكلمة اللي ساعدته إنه يوصل لهدفه، هتلاقي إن الدوبامين هنا أو كرد فعل من المسار العصبي على كمية الدوبامين اللي اتفرزت، المسار العصبي ده بقى قوي جدًا، بقى قوي جدًا. الدوبامين هنا هيخلّيه من أقوى المسارات العصبية اللي ممكن تتكوّن لشخص في السن ده. ليه؟
لماذا؟ لأن هنا خلاص الدماغ عرف الكي المفتاح اللي هيقدر يوصل بيه لهدفه ويأثر بيه على الناس وعلى عاطفهم زي ما لسه حاصل من شوية. فالمسار العصبي اللي بيديله الشعور بالسعادة ده لازم الدوبامين في المقابل هيقويه. ليه؟ عشان المسار العصبي ده يتحفز أكتر ويتقوى أكتر ويديله شعور بالسعادة أكتر ويفضل سعيد بقى وكده يعني. ده بالظبط اللي بيحصل معاك برضه وانت رايح تتعلم اي حاجه. يعني انت كشخص بالغ برضه لما بتروح تتعلم حاجه بتفضل فتره طويله مش فاهم، بتفضل فتره طويله مش عارف الناس دي بتتكلم عن ايه، بتفضل فتره طويله تايه، فتره طويله غرقان، الى ان تاتي لحظه ما في مسيره التعلم بتاعتك تلاقي نفسك فهمت حاجه، اخيرا فهمت حاجه، اخيرا عرفت تطبق تطبيق عملي صح من اللي اتعلمته. فتلاقي ان التطبيق العملي اللي انت اتعلمته ده والحاجه اللي انت اتعلمتها دي اديتك دوبامين، فالدوبامين راح بدوره كاستقبال للمسار العصبي ده حفزه ان هو يقوى اكتر ويتقوى اكتر. ليه؟ عشان يديك دوبامين زياده. فزي ما كنا بنقول الاطفال في السن ده بتكون دماغها فاضيه، مفيش اي نيورونز، مفيش اي حاجه، بيكون عقله فاضي، فبيكون استجابته للتعلم اقوى واحسن. ليه؟ انت كشخص بالغ بيبقى عندك اوريدي مسارات عصبيه في دماغك تبقى متكونه بالفعل. لما حد بيحاول يعلمك حاجه او يحاول ينقلك مسار عصبي مختلف فلازم الاول يكسر المسار العصبي اللي كان موجود من الاول. طب يكسره ازاي؟ ان هو يقنعك بعكسه، يقنعك بنقيضه، يقول لك ان والله المعلومه اللي انت قلتها دي غلط عشان كذا وكذا وكذا وكذا، فانت تقتنع. لما تقتنع هتبطل تستعمل المسار العصبي ده تاني خلاص. ولما هو يديك معلومة مقنعة هيكون عندك مسار عصبي تاني يحل محل الأولاني، والمسار العصبي الأولاني ده خلاص هيضمر وهيموت. وهو ده بالمناسبة يا جدعان شكل المسار العصبي الميت. لحسن حد يفتكر إن شكل المسار العصبي الميت بيكون عامل كده اللي هو اللا شيء. لا، اللا شيء ده هو ان انت اصلا ما تعرضتش للمعلومه كلها من الاول. انت مخك عباره عن مكنه علاقات ما بين المعلومات. انت بيجيلك معلومات كتيره قوي، معلومات بيجيلك داتا كتيره قوي من كل حته، فانت بتقعد تتعرف على الداتا دي وتقعد تربط ما بينها. وهو ده اللي بيميزك عن الاله، ان انت بتربط ما بين المعلومات اللي بتجيلك. هو ده اللي الاي اي بيقلدك فيه دلوقتي. موضوع البصمه الذهنيه ده هو ده اللي الاي اي بيعمله. بيحاول يشوف ايه الحاجات المتكرره، الحاجات المتكرره يبقى دي حاجات المضغوط عليها، هي دي الحاجات الاحتمال بتاعها اكبر من اي حاجه من الحاجات التانية دي. والحاجه اللي احتمالها اكبر ده هيمشي فيها، هتشوف هيوديه لايه، فهيوديه لعده احتمالات. والعلاقه ما بين كل الاحتمالات دي كلهم وما بين الاحتمال ده هتخليه في الاخر يعرف ان في احتمال فيهم هو الاكثر اصحيه او الاكثر احقيه ان هو يمشي فيه وما بين، وهيقوم بالتالي ماشي فيه وهكذا. فده بالظبط طريقه عمل مخك. هتلاقي ان الحاجه الاكثر تكرارا هي الحاجه اللي بتسيب فيك اثر. طب يا عبد الرحمن افرض انا مش عاجبني الحاجه دي، انا مش عايز اتعلم الحاجه دي، انا مش لا مفر لا مفر. زي ما شفت في حلقه اللاوعي، الحاجه اللي بتتعرض لها هي الحاجه اللي هتتاثر بيها، هي الحاجه اللي هتسيب في مخك اثر لا مفر. المسار العصبي ده هيتكون لا محاله طول ما انت بتتعرض كتير للمحفز او المؤثر. في الحقيقه المايند سيت دي والميكانيزم ده وطريقه عمل المخ دي، يا الله انها بتفسر حاجات كتير وبتحل مشاكل كتيره قوي وبتخليك تستنتج حاجات كتيره قوي. حاجه مثلا زي الادمان، حاجه زي الهويه البصريه. الحاجتين دول لو فكرت بالميكانيزم ده هتقدر تعرف ليه الحاجتين دول بيحصلوا. مثلا الادمان، خلينا نتكلم، مش هقول لك ادمان الهيروين، مش هقول لك ادمان الكوكايين، مش هقول لك ادمان السجاير وادمان الاباحيه، انا هقول لك ادمان حاجه سهله جدا الناس بتتعاطاها يوميا وقد تبان لك ان هي مش نوع من انواع الادمان، مركب سهل خالص الناس مفكره ان هو عادي. مش عارف تقريبا في ان هنا وان هنا واتش، ما مش متذكر بصراحة التركيبة بتاعته الكيميائية شكلها عامل ازاي، بس خلينا نفترض ان هو شكله عامل كده دلوقتي. تمام. فده المركب المعروف باسم الكافيين، وليه اسم كيميائي تاني على فكرة بيقولوا عليه الاسيتايل كولين. فالكافيين او الاسيتايل كولين ده المركب ده موجود فين؟ موجود في القهوة، موجود في الريد بول، موجود في البنادول، موجود في حاجات كتيرة قوي يا اخي، حتى الشوكولاتة موجود فيها. وده منبه ومنشط للجهاز العصبي حسب كتب علم الادوية الموجودة دلوقتي. الفكرة ان ازاي ده داخل في لعبة المسارات العصبية وداخل في لعبة التعلم وداخل في لعبة الادمان. ليه المركب ده
بيعمل كده؟ هقول لك، انت بتبتدي القصه كلها بان انت حسيت ان انت تعبان، حسيت ان انت مرهق، تمام، حسيت ان انت مش قادر تعمل مهمه انت هتموت وتعملها، بس انت مش قادر من كتر التعب والارهاق، فاتجهت ان انت تجرب سلوك معين كان عندك مسار عصبي ليه قديم اهو، واخد لي بالك، كان يا دوب بيحاول يتكون بس ايه ما جاش، ودلوقتي جه وقته، جيت دلوقتي وقت انك تجربه. قلت ايه، انا لما احس بالتعب هستخدم المسار العصبي ده وهشرب كافيين او هشرب قهوه، هشرب كوبايه قهوه عشان خاطر افوق. فهنا في طريقين، الطريق الاولاني ان انت تجربه وتفوق فعلا، وان انت تجربه وما تفوقش. لو انت جربته وما فوقتش فخلاص نهايه الطريق. جربت حاجه، المسار العصبي ده بعد كده هيفضل زي ما هو كده، هيفضل طول عمره خط ازرق رفيع كده، عمره ما هيكبر وهيضمر كمان، لانه ايه، ما انت جربته وما نفعش، ملوش تاثير. طب الحل التاني ان انت جربته ونفع، فهتلاقي ان الموضوع ده اداك شويه دوبامين. ليه اداني شويه دوبامين؟ لان انت لقيت حل للمشكله. انت فاكر ايه اللي كان بيحصل لما تلاقي حل للمشكله؟ بتحس انت مبسوط، بتحس بشويه نشوه، ان انت كانت في مشكله معقداك ولقيت لها حل، فبتحس ان انت ايه، اتبسطت. الشعور الانبساط ده بيجي لك منين؟ هو ده اللي بيسبب لك الانبساط، الهرمون ده، الدوبامين. بيتفرز عندك الدوبامين بشكل ما في المخ، وبناء عليه المسار العصبي اللي كان مسؤول عن الكافيين ده، الدوبامين هيخليه يقوى 400 مليون مرة. ليه؟ يعني الشخص ده اكتشف ان ده المفتاح اللي بيحل له المشكله. فلو انت مش فاهم، هو برضه الكافيين بيعمل ايه في المخ وبيأثر ازاي على الدماغ وبيمنعك انك تنام. الجسم فيه هرمونات مسؤوله عن النوم، زيها زي الدوبامين وزيها زي الكافيين، بس انا بصراحه مش عارف التركيبه الكيميائيه بتاعت الهرمون ده، اللي هو الميلاتونين. الفكره ان انت لما يبتدي الليل يجي، بتبتدي غدد معينه في جسمك، مستشعرات معينه في جسمك، من ضمنها عينك على فكره، بتحس بان الظلام حل والليل جه، وبالتالي ميعاد النوم جه، فتبتدي تفرز عندك هرمونات عباره عن الميلاتونين. عشان ايه؟ عشان تروح تنيمك. بتفرز في جهازك العصبي، تروح لمستقبلات معينه. المستقبلات دي بالمناسبه اسمها ايه؟ اسمها الادينوزين. خلي بالك، فالادينوزين ده، دي طبعا ليها اسامي طبيه تانية زي الام تي 1 والام تي 2 والام تي 3 وحاجات كده يعني، بس هنكتفي بان هي اسمها الايدونوزين. الميلاتونين بيروح للايدونوزين عشان لما يخبط في الايدونوزين يبتدي بقى خلاص الجسم يهيئ نفسه للنوم، يحس بالنعس، ضربات القلب تقل، الارهاق يزيد، هكذا لحد ما يروح للسرير وينام. فالفكره ان الشخص ده لما يقوم خابط له كوبايتين كافيين، هيقوم عامل ايه؟ هيروح عند مستقبلات الادينوزين دي ويسدها كلها، فلما يجي الميلاتونين يخبط مش هيلاقي اي حاجه يخبط فيها. فايه اللي يحصل؟ فالجسم يفوق. يعني ايه يفوق؟ ما يحسش بالارهاق، رغم ان هو ممكن تكون اعضاؤه تعبانه، ممكن يكون هو حاسس جسمه بيحاول يوصل له رساله، روح نام، روح ارتاح، بس هو مش راضي يستجيب للرساله. فالسلوك ده نجح بالمعيار اللي هو حاطه في دماغه. هو كان عنده مشكله ان هو مش عارف يقاوم النوم، فراح خد الحل ده اللي هو كان مسؤول عنه المسار العصبي ده، فالمشكله اتحلت. فلما المشكله اتحلت رجع عليه الاثر ده بدوبامين، فالدوبامين راح بدوره راجع على المسار العصبي ومقوي امه. حلو قوي. هل الموضوع بيقف لحد كده؟ الموضوع ما بيقفش لحد كده، لان الجسم كرد فعل وكاستجابه للظروف اللي هو حط نفسه فيها، وان جسمه مليان كافيين دلوقتي وهو عايز ينيمه، فهيقوم يكون او يغذي مستقبلات من الايدونوزين جديده عشان خاطر يخلي الشخص ده يروح ينام، عشان خاطر يعرف ينام. فدلوقتي الشخص ده لما يجي يتعاطى تاني عقار الكافيين، فانت ممكن يتهيأ لك ان الشخص ده هيفتح له طريقين تاني. طريق ان هو يبطل بعد ما الكافيين بطل يجيب معاه نتيجه، وطريق تاني ان هو يزود الجرعه بعد ما الكافيين برضه ما جابش معاه نتيجه، لان هو خلاص الجرعه دي ما بقتش كفايه، ما بقتش تجيب معاه نتيجه خلاص. بس الحقيقه ده مش ده اللي هيحصل. اللي هيحصل ان هو هيفتح له طريق واحد بس، وهو انه يزود الجرعه. ليه؟ اشمعنى؟ طب والطريق التاني راح فين؟ مش هيفكر فيه، لانه اوريدي عنده مسارعه، هو عنده المفتاح. فايه اللي هيحصل لما المفتاح يعصلج؟ هيدوس عليه، هيضغط عليه اكتر. فهيعمل ايه؟ المسار العصبي بيقول ان الحل للمشكله دي انك تتعاطى كافيين. فلما يجي لك المشكله دي اتعاطى كافيين زياده، وبدل ما يبقى تعاطيك للكافيين اكس واحد، لا، ده انت المره دي بقى هتخليه اكس 2، اكس 3، اكس 4، وتزود في الجرعه. الموضوع ده هيزود جرعه الكافيين، فجرعه الكافيين الزياده هتروح تقفل كل مستقبلات الادونيزين اللي كانت موجوده. فالجسم هيبدا لما يلاقيها كده كرد فعل هيكبرها وهيكتر وهيكتر وهيعمل مستقبلات جديده جديده جديده، والراجل هيقعد يزود في الجرعه، لان لما زودها المره اللي فاتت جابت نتيجه، فهو اتعلم كل ما يحس بالنعس خلاص هيزود الجرعه. فبعد ما يزود الجرعه يلاقي ان هو عنده مستقبلات ادونيزين كتيره قوي، جوده
جودة نومه قليلة، تركيزه قليل، قدراته الذهنية قلت، إرهاقه زاد، بافتراض إنه أدرك التأثيرات دي كلها وقرر إنه يبطل الكافيين. فهو خلاص عمل تغييرات جسيمة في جسمه أدت إن هو يكون سلوك إدماني. وإحنا قلنا تعريف السلوك الإدماني في الحلقة بتاعت الإدمان اللي موجودة على القناة دي، إن هو سلوك التخلي عنه بيسبب لك أعراض انسحابية صعبة، فبالتالي التخلي عنه ما بيبقاش في ايدك. فلان هو عمل تغييرات واضرار جسيمة قوي في جسمه وفي عقله، التراجع والاعراض الانسحابية هتبقى عنيفة. ازاي هتبقى عنيفة؟ فرضا ان هو راح قرر ان هو يقطع جرعة الكافيين كلها، قال لك خلاص انا مش هتعاطى كافيين تاني. الكافيين اللي كان بيروح يملى مستقبلات الايدونيزين خلاص هو كل ده اتشال، بالتالي كل الايدونيزين اللي موجود ده هيبقى هيدروجين فاضي ما فيهوش اي كافيين يملاه. فبالتالي لما الميلاتونين يتفرز المره الجايه هيروح هيملى كل المستقبلات دي، كل المستقبلات دي هتتملي ايه؟ هتتملي ميلاتونين. الميلاتونين هيروح يصب فيها هيملاها كلها. فالشخص اللي لسه موقف كافيين الاعراض الانسحابيه هتبتدي تظهر عليه بانه هيحس بشعور شديد في النوم، يحس ان هو هيموت وينام، ارهاق شديد. ليه؟ لان المستقبلات اللي اتكونت عنده هي اكتر من الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي ما بيبقاش عنده كل المستقبلات دي. المستقبلات دي هتخليه حاسس بنعش شديد، ارهاق شديد، تعب شديد قوي. وفي نفس الوقت يا ريت الضغط هيبقى بس من هنا، ده الضغط كمان هيبقى من الوصلة العصبية اللي كونها. تنسيتها ولا ايه؟ لان الوصلة العصبية بتحاول تلاقي له مبررات يمين وشمال عشان يرجع للسلوك الادماني اللي كان فيه. ليه؟ لان ده كان الحل. لان الوصلة العصبية دي دلوقتي قاعدة بتحتضر، قاعدة بتموت. ليه قاعدة بتموت؟ لان هي كانت الحل للمشكلة دي، دلوقتي ما بقاش بيستعمل فيها الحل ده، فخلاص الوصله العصبيه دي ما بقاش ليها لازمه. يعني هي دي الوصله العصبيه الوحيده اللي كانت بتستعمل في الموقف ده. ولان عقلك بيميز التكرار والانماط فهيفضل يضغط عليك عشان تستعمل دي. استعمل اللي انت متعود عليه، وهيفضل يقول لك مبررات بقى كتير، مش النهارده، مش دلوقتي، انا تعبان، بكره كده، عشان خاطر ترجع للسلوك الادماني اللي انت متعود عليه. واول ما تجتاز الاعراض الانسحابيه دي مؤقته بالمناسبه، هيبتدي المخ يلاحظ ان المسار ده غير مستخدم، هيقطع عنه التغذيه، فهتلاقي المسار بيضمر ومبيتبقاش منه غير حاجات بسيطه. زي ما احنا اتعودنا اللي بيتبقى من المسار حاجات طفيفه خالص. واحد بيقول لي دلوقتي المسار مش المفروض يموت؟ المفروض يموت يعني خلاص، اللي هو ايه، يرجع زي كده، يختفي، ما يبقاش ولا كأنه موجود. بس ده اللي انت بتقوله ده هو يعني كأنك بتعمل unknown. ف no يعني يعرف، وان يعني أن لا يعرف، أن لا يعرف لا معرفة، فاهم؟ فأنت مجرد ما تعرف حاجة، ازاي تقدر بعد كده ما تعرفش يعني تلغي معرفة الحاجة دي؟ المعرفة لا تلغى، ما بتتلغيش. ليه؟ لأن انت كونت ذكريات. يعني السلوك الإدماني ده بتبقى زي حاجة بتتحفر في الدماغ. ليه؟ لان انت كونت عنها ذكريات. انت كنت عارف ايه طبيعة الاحساس الحلو اللي انت كنت بتحس بيه. كنت بتحس ان انت مشكلتك اتحلت، بتحس ان انت منتشي، بتحس ان انت سعيد، بتحس ان انت مرتاح. فانت عارف، انت خلاص يعني الشعور ده انت عارفه اللي انت عشته قبل كده، فهو عامل عندك ذكريات في دماغك خلاص. انت عارف الشعور ده، على عكس الشخص اللي ولا مرة جرب السلوك الادماني بتاعك، فهو اصلا ما يعرفش الشعور اللي انت بتحس بيه، ولا يعرف هو حلو قد ايه، ولا يعرف هو وحش قد ايه، لان هو عمره ما جربه، عمره ما حس بيه. فهو ما فيش حاجه بتجذبه تجاه الشعور ده، على عكسك انت اللي متبقي عندك حاجات بسيطه زي باك دورز، فاهم؟ متبقي عندك شويه مسارات عصبيه خفيفه زي الباك دورز موجوده، بس هي دي اللي ممكن ترجعك، هي دي اللي بتجذبك للسلوك الادماني تاني. عشان كده المدمن بيبقى قابليته انه يرجع للسلوك الادماني ده اقوى من الشخص اللي ما جربوش اصلا. عشان كده انا عندي نظريه، الشخص المدمن لما بيتعافى من الادمان ما بيبقاش غير مدمن، ما بيبقاش كده. الشخص المدمن لما بيتعافى من الادمان بيبقى اسمه شخص متعافي من الادمان، بيبقى اسمه شخص متعافي من الادمان.
طبعًا ده مش خَط بني آدمين، ده والله لامسحه. الشخص المدمن لو اللي أنت عايز تقول إن هو غير مدمن، فأنت كده رجّعته لصورته الأولية، إن هو ما يعرفش أي حاجة أصلًا عن الموضوع، بس هو already عرف، والمعرفة دي مش هتختفي من دماغه، خلاص. ودي مش حاجة سيئة بالمناسبة، يعني أنت لو شخص مدمن على أي حاجة، مدمن سُكّر، مدمن نوم، مدمن علاقات، مدمن سجاير، مدمن أي حاجة، مش معنى إن أنت أصبحت شخص متعافي من الإدمان إن أنت خلاص بقى بقيت معطوب أو بقيت لأ، كلنا فينا إدمانات خلّي بالك، أغلبنا فينا إدمانات، 90% من البشر بيدمنوا حاجات معيّنة، ولكن الجيد منهم هو اللي بيسيطر ويتعافى من إدماناته. بس ده كان فيديو من الفيديوهات الطويلة القوية بالنسبة لي، اللي خَد منّي تصوير تقريبًا ساعتين متواصلين، بسبب في نُص التسجيل قررت إن أنا أعمل mute للمايك ونسيته معمول له mute. فتذكّر دائمًا أن أسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبّر بها عن رأيك بكل حرية. السلام عليكم.